أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو هو حزين شوي. رح أخبركم خبريتين هيك حزين، وبنفس الوقت إنه روتين هيك بسيط إنه نقضيه مع بعض بهذا الفيديو. بتمنى تشوفوا الفيديو للأخير، ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد مننا. الخبرين هو أول خبر، مسكوا أخي، تعرفوا هلا قايمين بحملة ورح تطول 4 أشهر الحملة. مسكوه مشان الهوية وهويته النظام وما عليه أي شيء، ما عليه أي شيء. من فترة نزلت لكم كمان مسكوه كمان مشان الهوية، ما عليه أي شيء. ومسكنا محامية وشيء، وهلا من أسبوعين كمان مسكوه وضل عندهم أسبوع. ومثلا إنه اليوم طلع، يوم الثاني مسكوا ابن حماي كمان للأسف الشديد. يعني هو كمان راح انه يجدد البيانات والشيء اخذوه. في عالم ياخذين على هويته رقمين لهيك مسكوه، يعني هذا مو ذنب. يعني هو ايش ما عرفوا يعني انه اخذين على رقمه وراح يعملوا شغلات وعملات. ايه والله. واخي كمان اجوا اخذوه من البيت، قالوا انه روتين بس انه توقيع ما توقيع، كمان صار له يومين عندهم. الله يفرجها على الجميع يا رب، والله هيك يخلصنا من هالغربة ونرجع على بلادنا. وبتمنى من كل حدا يدير باله على حاله، واهم شيء اللي ما عنده كملك، لانه عم يمسكوا شلوي وغربي والله. يعني انه اللي عنده كملك واللي ما عنده عم يمسكوا. بتمنى من الجميع يدعي لاخي ولابن حماي يطلعوا بخير والسلامة يا رب. وانتم كمان يديروا بالكم، الحملة مطولة ل4 أشهر. الله يسترنا ويستر الجميع يا رب. يلا خليكم معنا لاخر الفيديو. وهيك جهزت حالي، هلا بدنا نروح على البازار. عم بقول له لصافو انت يروح، عم بيقول لي لا شوب كثير. يعني هو شوب عنده، انا ما عندي شوب. يعني شور درجة برا مطر مطر مطر، ما برد كثير. ايه كثير برد. ايه فرجينا شغله. هاي طيارة صافو، بده يصير طيار. هو محتار بين شو اسمه رائد فضاء وبين الشوفير الطيار، يعني ما بعرف. يلا الله يختار لك الخير يا رب. امين. حلوة كتير. قد ايه سعرها هي؟ 600. هي سعرها 600 ليرة تركي. في واحد رفيق عمو بيشتغل بمعمل طيارات بيعمله، فجاب له اياها هدية. والله. شو اسمه؟ باسل. ايه بعت له تحية لباسل. بعت له سلام لباسل. يلا خليكم معنا لنطلع سوا. كنت احط النظارات كمان لانه الدنيا برا عن جد يعني نار نار نار. اليوم الجو يعني شوب مو طبيعي، كتير شوب. فنسينا النظارات ببيت اهلي للاسف الشديد. يعني صافي عم بيقول لي حطي هاي ماما، هي تبعيتها عمته عملت عملية لعيونها. عم بيقول لي حطي هاي. قلت له هي وقف وقف. شو رايكم اروح هيك على البازار؟ بشوفكم ها عادي طبيعي، يعني بس من هيك الكنار فيه اسفنج. اوف نار. يلا امشوا معنا نروح مع بعض على البازار. يلا. هاي انا وحماتي جايين على البازار، بس الجو نار 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 والله العظيم، شيء بيحرق. والله يسترنا من نار جهنم والله. على ريحة البليلة بتشهي. هون لقينا الفلافل كيلو 19 75 قرش. هون الحشايش، البليلة 5 ب40 ليرة. منظر الكرز بالشهي 20 ليرة. جانرك 25. دراء ب20. أخذنا دراء كمان. قد ايه طلع الجوز طعمته طيبة. أنا ناخذ أجاز كمان كيلو ب20. هدول التفاحات صغار بحبهم كتير. عم بقلها لحماتي في تفاحات كمان ها، عم بتقلي تاخذون التفاحات كمان بناخذهم. هدول نحطهم فوق هيك مشان ما ينعفسوا.
هون حماتي عم بتنقي تفاح، ما عم بقدر انقي معه من الزحمة. عم ماسكة العربانة مشان ما تهرب. هذول كمان بحطهم على الطرف. عندنا الدراء والتفاح ب 135 ليرة. ايه على الغلا. والله أنا صار لي أكثر من سنة ونص ماني جاية على البازار، بس الأسعار يا لطيف يا لطيف. قدرنا البازار كله ما أخذنا ولا طبخة، بس أخذنا فواكه. بدنا ناخد شو اسمه سبانخ، الكيلو ب20. ولا قائد اشترى بجد وبينجان حسن بقدونس 3 ليرة. عجب ما في شي ب5 لأنه بس مو كبيرة كتير. الباقي عادي يعني. هدول الخس ب10. بصل أخضر ب10. أخذنا خس، طلع الخس ب15 ليرة. وبقدونس أخذنا. الخس والبقدونس طلع 32 ليرة. قررنا ناخد سلق كمان. عمتي عم بتنقي. ايه اخذنا كله اليوم هيك خضار، لانه درنا ورجعنا لهون عند الزلمه. اخذنا السلق كمان. والله الباقة ب10 ليرات. اخذنا 5 50 يعني. ايه عمتي ننطلق لشوف لوين رح نوصل. باقي خيار بدنا ناخده كمان. الكيلو ب15 بس تازة يعني انه شكله طيب. طلعوا 3 كيلوات 350 غرام 50 ليرة. وهيك خلصنا بازارنا. هلا رايحين باتجاه البيت. خلصنا مصراتنا كمان واشترينا اغراضنا. ومن قد ما اشوف حماتي خلصت أنية المي. كل شوي بتشرب. انا ماني شربت المي فما بشرب عادي يعني عندي. اي والله مين مثلي يكتب لي بالتعليقات. يلا خليكم معنا لبين ما نوصل على البيت. وهلا وصلنا على البيت. هدول اغراضنا اللي اشتريناها طبعا شفتوها. كنت معكم هيك يعني انه خطوه بخطوه. فسألت حماتي قد صرفت في المصاري. حسبنا مع اللي بالمحل عند ابن حماي 500 ليرة. هدول 500 ليرة للأحد إن شاء الله بيخلص ما بيضل شيء. لأنه ما شاء الله نحن عائلة كبيرة بالبيت. وبنت حماي كمان جاي من السويد مثل ما شفتوا. يعني إنه عائلة كبيرة ما شاء الله. الله يحرسها من العين كلياتها. إيش عم تقول صافا؟ ناطشت. يلا بنشيل اغراضنا وبنرجع لكم وبنشوف شو راح نطبخ. بس ما قلت اي يوم البازار. بازارنا يوم الخميس. عم بنقي السبانخ. اليوم قررنا نطبخ سبانخ لانه جبنا سلق وسبانخ. فالجمهور قال انه سبانخ. وهون عم بقلي نقانق لصافو افندي. لانه ما فطر. وهلا صارت الساعه قد ايه 4:30 5. وهدول بصلات لشو اسمه احمد محسن. هذا صفو بهالنقانة بيشبع وبيروح للمسا. نو ايش بدك تاكل كمان؟ شفتلي وسيف دراء وتفاح. عفوا دخان بس معناه بدينا نستنى السفرة وقت بس مشان ما يقعد على السفرة يعني تقولوا هو والفطور والعشاء على السفرة يعني انه متخانقين ما بيحكوا مع بعض ابدا. ما بيقعد على السفرة. اطبخهم بس ناس فرقي بخون. انقي واغسله وبنرجع لكم. رجعت لكم قبل ما اخلص. شوفوا صافو. الله الله الله. ما عم يلعب بوبجي عم بيتفرج على بوبجي. بدي قوم نزل لتحت. قوم كل وقد الساعة؟ شوف الساعة 5:05. كل ولوين؟ على الدكان لعند عمك لبين ما عمك الصغير يطلع من السجن. الله يفك أسره يا رب وأسر أخي وأسر كل حدا مسجون ظلم. فكل المسجونين ظلم. الله يفك أسر الجميع يا رب ويطمن قلب كل الأمهات يا رب. آمين يا رب. يلا ماما قوم كل مشان تروح لعند عمك تساعده. اليوم بازار. وأنا أطلع لفوق وأشوف نخلص شغلنا كمان مشان نطبخ. عملنا قهوة وهون سلفتي عم بتساوي كوكتيل. وهون غسلنا السبانخ
حطيناه لينشف. لا سلفتي وبنت حماية الصغيرة رح يشربوا قهوة، وبنت حماية الكبيرة وجوزها وحماتي بيشربوا عصير. ايه وشوفوا لي هاي الأرجيلة فخامة فخامة. هاي الأرجيلة جاية من السويد. اي والله خفيف ونظيف، لما تروحوا بتقدروا يعني هيك تشيلوه بإيدكم وتروحوا بشنطاية صغيرة. وهي الوصلة حاطينها هون لأنه الفيش تبعت الخلاط قصيرة فما بتوصل من هنيك لهون. حطينا الوصلة. يلا تفضلوا اشربوا معنا كوكتيل حليب قهوة حليب، كوكتيل عصير قهوة، اللي عباله يتفضل. مطعم علي بابا، ميت السلامة. يا بسم الله الرحمن الرحيم. لا تخافوا، شوفوا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بعد ما غسلناه وفرمناه وحطيناه على الغاز، رشيت عليها شوية ملح نسلقه. لا تشوفوا هيك الكمية، لا تخافوا. والله بس بعد ما ينسلق بفرجيكم قد ايه رح يضل منه. وشوفوا لي هدول ولاد بنت حماي. هاد اسمه آدم وهذا إيلاي، هدول توأم. وهاد تيم الكبير. هدول طلعوا جدري المي. شوفوا شوفي ايده رجليهم، هدول هيك هلا مطفيين. ساكم إيلاي طلعوا شو. اول شيء الكبير طالع، بعدين هدول التوأم مع بعض، وبعدين فوفو. وهذا ادم. شوفوا شو كيف صاير. تعال ادم طلع يا حرام كيف صاير. بس طفيوا جبنا له المراهم. شوفوا كيف صاير يا حرام جسمه. اي والله اجوا لهون على تركيا طلعوا جدري المي. اي فوفو شوفوا يا حرام كيف صاير وجهه كله جدري المي. هي طلعت اكثر الشيء وادم طلعوا ايديها. يا حرام يا حرام يا حرام فوفو. شوفوا الراس منك كله مي. يلا فوفو بضل ذكرى هاي. بس تكبري بتشوفي حالك. وهلا بعد ما سلقنا السبانخ هذا اللي بقى منه. شوفوا قلت لكم لا تخافوا ما راح يبقى منه شيء. هاي طريقة حماتي. اول شيء بتشوح البصلة صغيرة ناعمة يعني كتير. بعدين بتحط فوق شو اسمه اللحمة مشان ريحة الزنخة. هون بعد ما شوحنا اللحمة، لحم غنم طبعا، وصار حماتي ما بياكل لحم غنم. اي والله فانا نترك له شوي هيك على الطرف. هلا بتجي مرته بتطبخ له اياها ساده بدون لحمه. هلا بنحط فوقهم التومات كمان. ما بنكتر التوم. بعد ما ضفنا الثوم كمان هلا بنحركهم على السوا. يا سلام. هلا بعطيكم السر النكهه وين. هلا شوي ثاني بعطيكم السر. وهي سر النكهه 7 بهارات. هاي بتعطي الطعمه غير شكل، فخامه الطعمه بتطلع. يعني نحن ما بنحط شيء، بس شويه بصل ولحمه وملح وتوم و7 بهارات وبس. تفضلوا كلوا معنا. عن جد الريحه بتطلع غير شكل، الطعمه بتطلع فخامه. طبخنا وخلصنا. قبل ما يقدم المغرب رح نطالع صحن لعمي الله يرحمه. وبدي اعطي للجيران الاتراك. خلينا نطلع. هات بيته مباشره بيت اللي فوقنا. وهيك عشان صار جاهز. تفضلوا انت كمان تعشوا معنا بعد يوم طويل ومتعب. ولهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد من